لو قلت لك اقرأ لي 300 صفحة دلوقتي يمكن تقدر، ولو قلت لك ذاكر 12 ساعة برضه يمكن تقدر. لكن لو قلت لك اقرأ 5 صفحات كل يوم وتعلم نص ساعة كل يوم وتمرن 10 دقايق كل يوم لمدة سنة كاملة، ساعتها هتعرف ان دي اصعب بكتير. الغريب ان احنا بنقيس نفسنا بقوة البداية مش بعدد الايام اللي كملنا فيها. عشان كده لما نرجع نلتزم بنحاول نعوض كل اللي فات، نقرأ كتير، نتعلم كتير، نشتغل كتير، وفي اخر اليوم نبقى مبسوطين بنفسنا. لكن بعدها بكام يوم كل ده بيقف، وانا للأسف عملت كده اكتر من مرة، وكل مرة كانت النتيجة واحدة، اني ارجع ابدأ من الصفر. لحد ما بدأت أفهم إن اللي بيغير حياتك مش أكبر مجهود عملته، لكن أكتر مجهود عرفت تكرره. يمكن عشان كده 5 صفحات كل يوم أقوى من 100 صفحة مرة واحدة، و10 دقايق تمرين أقوى من ساعتين وبعدها توقف. مش لأنهم أصعب، لكن لأنك قدرت تكررهم. فلو أنت دلوقتي حاسس إنك لازم تعوض كل اللي فات، جرب تعمل العكس، اعمل أقل لكن متوقفش. لأن بعد سنة مش هتفتكر أقوى يوم اشتغلته، هتفتكر انك فضلت موجود. وافتكر دايما ان القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والرحلة لسه في اولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.